أنا أشتاق إلى إرث السير أليكس فيرغسون أيام فان دير سار وفان نيستلروي، صانع أمجادهم كريستيانو، هدافهم التاريخي واير روني، مدافعهم المتوحش فيرديناند، قلبهم النابض سكولز، جناحهم الطائر جيكس. تذكرت أناقة ديفيد بيكهام وشراسة بيتر شمايكل. أعظم جيل في تاريخ مانشستر يونايتد ذهب ولن يعود. هل من مدرب عاقل يفكر في إخراج صانع أمجاد النادي كريستيانو رونالدو من النادي؟ تين هاغ أغبى وأسوأ مدرب شاهدته في حياتي، يجب طرده خارج أسوار مانشستر يونايتد في أسرع وقت. تين هاغ وإدارته دمرت مانشستر يونايتد بقراراتها الغبية، فريق كارثي هذا الموسم، لا أداء ولا نتائج ولا هم يحزنون. هذا الرجل يجب طرده خارج النادي في أسرع وقت، قراراته كلها خاطئة. رغم منح كل الامتيازات من النادي، رغم دفع النادي مبالغ كبيرة عن صفقات لا تقدم شيء للنادي، جاء تين هاغ وأصر على التعاقد مع أنتوني ب100 مليون يورو. لا أعلم ماذا قدم لي الآن منذ قدومه. وفي الصيف تعاقد مع ماونت بسعر كذلك عالي. لا أعلم متى لعب حتى مع الفريق، حتى أتذكر هل ساهم بشيء. وطرد ديخية وتعاقد مع أونانا الذي كان متألقا مع إنتر ميلان. جاء إلى اليونايتد، أصبح مهرج داخل هذه المنظومة السامة. جاء مهاجم يشبه هالاند في الاسم بسعر غالي كذلك، ولن تجده بين هدافي الدوري الإنجليزي وحتى المتألق المغربي سفيان أمرابط دخل إلى هذا النادي ولم يفهم شيء. مانشستر يونايتد لم يبقى فيه سوى الاسم فقط.